السلام عليكم يا صباح الشتاء والأمطار، صباح كل حاجة حلوة. يا رب يجعل الشتاء ده خير علينا، وكل دعوة دعيناها ربنا يستجيب لنا في الأمطار وفي الشتاء. وازيكم بقى عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وأحسن حال. شايفين بقى فيديو النهاردة بقى حاجة يعني جميلة خالص. من بداية اليوم في شتاء وفي أمطار. والشتاء ده كان يوم السبت. فانا دلوقتي بعمل لكم مونتاج يوم الثلاث. والله اعلم بقى الفيديو هينزل لكم على الخميس ولا ايه. انا مش عارفه، انا دايما متاخره كده. بس والله التاخير مش مني، انا بصور كل حاجه في وقتها. بس عندي لما باجي احمل فيديو، الفيديو ممكن يحمل يومين، يفضل يحمل يومين. مش عارفه ايه المشكله الجامده دي، العيب في النت ولا في التليفون ولا في ايه. وبيبقى التليفون محمل نت، يقوم النت يفصل لان النور يقطع. فالفيديو ممكن يقعد يومين بالظبط ينزل والله، او يوم كامل. فطبعا كان معايا فيديوهات، فنزلت بقى الفيديوهات اللي معايا اول باول. و على بقى ما ربنا يسهل والفيديو بتاعنا ينزل. شايفين بقى اليوم بتاعنا جميل ازاي، من بداية اليوم شتاء وامطار وحاجة جميلة كده. انا صحيت من النوم الصبح، كان يوم السبت. ادم كان عليه درس الساعة 9. قمنا على الساعة 8 كده، كان الجو بمطر. طبعا انا كنت يوم الجمعة كنت مصورة معاكم الفيديو. لو هتدخلوا بقى عندي كده تشوفوا الفيديو اللي فات، كنت عاملة بقى يوم الجمعة. كنت غاسلة فيه ونشرت الهدوم. انا كنت يعني يعتبر بدأت ان انا انشر كان بعد الصلاة، يعني قبل العصر كده. فقلت طبعا هسيب الهدوم لتاني يوم على الظهر كده المهم، لان كنا اخر النهار وانتوا عارفين بقى اللي احنا في الشتاء والهدوم بتغيب على ما تنشف والشمس بتيجي وتروح. فقلت هسيب الهدوم المها اللي هو مثلا السبت على الظهر كده، المهم تكون الشمس كده ايه خدتهم من اول اليوم. قمنا بقى ايه، لقيت الجو بيشتي وانا سامعه صوت ومش عارفه ايه الصوت ده. اتاري بقى الدنيا بقى بتمطر بره. على ما طلعت بقى للغسيل كان خلاص اتبل، مش هينفع ان انا المه، ولا عاد نفع ان انا ايه احط مشمع او كده. فسبته يمطرت شويه كده، وبعدين ايه المطره بطلت، وقعدنا بقى وفطرنا. وقلت بقى ايه بعد ما نفطر ندخل نغسل كوباياتنا واطباقنا بتوع الفطار، واسيب بقى الهدوم عليها 100 مهل بقى عما تخلص كده مع نفسها. واحنا بقى واقفين كده، قلت وانا بغسل الاطباق والكوبايات بتوع الفطار هنا هنعمل بقى ايه. بقى عندنا يوم السبت سمك. بس طبعا علشان ظروف الشتاء ولا حد طلع ولا حد جاب سمك. كان عندي هنا في الفريزر بسارية وسردينتين. السردين ده انا كنت جايباه يوم التلات يوم السوق، وحسيت ان هو كتير فعندي اتنين. هو الحمد لله يعني ربنا ما بيعملش حاجه وحشه. كان عندي شويه البسارية دول كنت عملت منهم شويه واتبقى شويه. قلت بقى ايه السردينتين على البساريتين نقضي بهم الغدا بتاع النهارده. إيه شايفين بقى ايه ارخم حاجه والله العظيم على في الحوض ده، ان هو عاد بيتكتم وبتسلك وبعمل فيه كل حاجه، مع ان فيه مصفى يعني الميه مش نازله كده منها للمصفى على طول. لا، في صفايه كده للرواسب اللي بقيه الاكل علشان ما يتكتمش. وبرضه بشيل وانضف واسلكه، مش عارفه عاد بيغيب على ما يصفي. حتى الخرطوم اتغير، كان الخرطوم القديم كان اتقطع وغيرناه. مش عارفة بقى في ايه، ده حاجة في المواسير ولا في ايه يعني. مع اني بحافظ والله ما بخليش حاجة تنزل، وبصفي كل حاجة كويس. بس برضو مهما كان في حاجات كده ايه بتعدي مننا في المصفى. او يمكن علشان اصلا المصفى اللي بتاعة الحوض واسعة شوية، الفتحات بتاعتها واسعة شوية، فاكيد بتنزل بقايا اكل رواسب او كده، فعاملة الكتمان ده بقى في المواسير ولا في الخرطوم بتاع الحوض بقى مش عارفة. المهم بقى ايه خلصنا، وكنت ناقعة بقى مش ناقعة يعني بلة السردين والبسارية وسايباهم ان هم يفكوا علشان نجهز بيهم الغدا. يعني احنا هنا كنا الصبح تقريبا كانت الساعة 10 او حاجة. بس طبعا يعني مش هجهز الغدا الوقت الغدا بيبقى ايه على الظهر كده، بعد الظهر على ما بيجي وقته. خلصنا بقى مواعيننا كده ونشطب الحوض على السريع، ونشوف بقى ايه هنعمل ايه. وغسيل اللي اتمرمط معايا ده. هنا بقى معايا ايه الفرشة دي، هي فرشة اسنان قديمة. آه اصلا يعتبر ما استعملتش حاجة، هي كانت صغيرة اصلا وما استعملتش حاجة. وجبنا للولاد فرش تانية. فقلت ايه، بيبقى في حاجات كده بنبقى عايزين ننضفها وما بتنفعش لا بالسلكة ولا بالسفنجة.
لانها بتبقى مثلا حادة بتنتش. هنا معايا القشرة بتاعة البطاطس دي اللي كمنها الأسلحة بتاعتها معدن أو ستانلس، لما باجي أغسلها وفتحتها صغيرة، لما باجي أغسلها بالسفنجة أو بالسلكة بتنتش معايا، بتنتش السلكة أو السفنجة، الواحد ما بيبقاش متملك يغسلها. فهنا بقى عايزة حاجة لينة كده زي فرشة الأسنان دي، بقوم حاطة فيها كده أو مشيها على الصابون الأسمر أو أي صابون، أو صابون يعني للسايل أي حاجة، وبعدين بقى ايه بغسلها بيها كويس، بتخش في أي بقى ايه الفتحات السلكة أو الإسفنجة ما بتخلوش فيها، بتنضف معايا كويس يعني. في كام حاجة كده ببقى استخدم لهم الفرشة دي. قلت بقى ايه بدل ما نرميها لا نستغلها كده. نخلص بقى ايه نشطف بقى حضنة ونفوق بقى لنفسنا وننضف السمك ده. على فكرة بقى النهاردة كان صباح تاني يوم المدرسة، اول يوم بقى في الترم التاني. وما اقولكوش بقى انا يعني ايه كنت عامله حسابي ان انا هعمل كفته لادم علشان المدرسه وكده، وبحب الكفته عشان اعمل له سندوتشات، عشان بيبقى ساعات يترخم كده وما يرضاش ياكل السندوتشات بتاعته، فهو بحب الكفته. قلت ايه هعمل له هعمل له كفته. كان عندي يعني صدر فرخه كنت عامله كفته بالفراخ يعني، و بس ما كانش فيه خضره، اللي هي الخضره بتاعه المحشي. طبعا الجو مطر، فمحدش بقى عارف لا يروح يجيب خضره ولا حد يطلع من البيت. فايه كسلت قلت نمشيها بكرة اي حاجة، كده كده عندي عجين الطعمية وهو بيحب الطعمية، بيحب سندوتشات الطعمية، هنجيب له عيش فينو وايه واعمله فيه طعمية وخلاص. وسكينة بقى على الكفتة. ومش عارفة كنت عايزة اعمل ايه تاني، كنت عايزة اعمل له قراقيش. قلت يا اما هعمل كفتة لما ما عرفنيش ان احنا نطلع نجيب خضرة او كده، قلت مش لازم كفتة، هعمل له قراقيش او او اي حاجة يعني ايه معجنات كده بدل السندوتشات. قلت بقى يعني روتين بقى يوم المدرسة او داخلين بقى على المدرسة نعمل ايه حاجة كده من استعداداتنا كده بتاعة المدارس، اعمل له بسكوت، اعمل له قراقيش، اعمل ايه اي حاجة. طبعا في ظروف الشتاء ده بقى بيبقى الشتاء حبيبي الاكل، حتى اصلا من غير مدرسة ولا حاجة الكل في الشتاء بقعد يتفنن القعدة بتاعت بالليل بقى والسهر وكده، بيبقى محتاجين كل شوية ناكل حاجة نجدد بقى اول باول كده. حاجات سخنة معجنات قرص كيك اي حاجة. والحمد لله والحمد لله يعني ما عملتش اي حاجة خالص خالص. بس الشتا ده بصوا لخبط الدنيا او خلى الواحد كسل بصراحة. وعلى الفصل بقى اللي حصل فيا اول يوم مدرسة ده بقى هتعرفوه ان شاء الله، بس في الفيديو اللي جاي باذن الله يعني ربنا يسهل بقى. انا بصوا الفيديو ده مصوره لكم قلت لكم يوم السبت، وبعمل لكم مونتاج يوم الثلاث، الله اعلم بقى ينزل لكم على امتى، والله اعلم الفيديو التاني هينزل لكم امتى. يمكن في بداية الدراسة بتاعة السنة الجاية. نرجع بقى للفيديو بتاعنا. قلت بقى ايه احنا نصور الغدا بتاعنا، وكفاية ان احنا صورنا الشتاء، واللي جاي بعد كده ايه كل حاجة تيجي في وقتها. ربنا مش رايد ان احنا نعمل لا بسكوت ولا كيك ولا كفتة، عملنا سمك. فزي ما انتم شايفين هنا يا حبايبي انا كنت نضفت السردين كويس قوي، وشطفت البسارية كويس خالص، وحطيتهم كده في مية بليمون وخل، سبتهم برضو يتنقعوا شوية، وبعدين بقى ما جه وقت الغدا صفيت عليهم المية. وهنا بقى جبت طماطمايه وفلفلايه وليمون وتوم، وهنا وحطيت ملح وكمون وكزبره وفلفل اسود في الكبه وفرمتهم كده كويس. نجيب كل سنتوفه في الكبه، حرام وخساره يعني نبهدل فيها اي حاجه ونسيب في الكبه اي حاجه. هنا بقى ايه بمسح وش يعني بحاول ان انا الخلطة اللي عملتها دي تيجي على البسارية كلها وعلى السمك كله. السمك السردين ده يعني انا فتحته وحطيت في القلب بتاعه من جوه من الحشوة او من الخلطة اللي احنا عملناها. وبعد ما سويت كده الخلطة في القلب السمك وعلى وش البسارية حطيته هنا على البوتاجاز. انا ببقى اسويه الاول على البوتاجاز وبعدين ادخله الفرن ياخد وش على السريع، لان على ما الفرن يسخن ويستوي من تحت واولع عليه من فوق هناخد وقت يعني ايه كتير. انما هنا على البوتاجاز على طول هينشف معايا وبعدين ادخله الفرن ياخد وش. هنا بقى هنعمل الرز بتاعنا ايه، هنعمل رز حباية وحباية. يعني ايه بقى حباية وحباية بقى للي مش عارف، يعني هنجيب شوية رز كده ناشفين واحط عليهم معلقتين زيت معلقة سمنة اي حاجة اي مادة دهنية يعني عندك، وهحمر فيهم الرز ده. الرز ده يا جماعة الشوية اللي بتحمروا دول بيكونوا ناشفين ما يكونوش مغسولين،
ما يتغسلش، ده بيتحط كده. وهنا بقى كنت على جنب غاسله بقى ايه الرز بتاعنا. يعني انا حضرت الرز، خدت منه شويه ناشفين وغسلت الباقي. نكون غاسلين الرز الاول وحاطينه جنبنا علشان لما الرز التاني ده يتحمر نحطه على طول عليه، علشان ما نحمرش الرز الاول وبعدين نروح نغسل الرز التاني. على ما نغسل الرز ونرجع نلاقي اللي ايه اللي في الحله انحرق. يعني اللي هتقدروا تتحكموا ماشي، مش هتقدروا اغسلوا الرز الاول. انا عندي يعني ما فيش مشكله، انا كنت مهديه النار وغسلت الرز. هنا بقى ايه بعد ما احمر كده وخد اللون الذهبي الجميل، انا وريتكم الفرق ما بين ده وده. لما باخد اللون ذهبي حلو كده حطيت عليه بقى الرز اللي انا غسلاه واقلبه كويس. احط عليه هنحط القعد بتاعه، القعد بتاع الرز. للي مش عارف يعني، مع ان طبعا كلكم شطورين وعارفين كل حاجه، ما بخترعش لكم يعني عشان ما حدش يدخل يغتت يعني. إيه بيبقى الرز لأول عقلة، أول عقلة كده في ايدينا، حط صباعنا كده لعند أول عقلة، ده كده قاعد الرز. فأنا ايه ظبطت القعد كده ايه جبته بالظبط. حطينا نحط الملح بتاعنا ونغطي عليه. هنا بقى على جنب خلاص كده البسارية كانت خلاص تمام كده. هدخلها بس الفرن تاخد وش وبس كده. وادي بقى ايه طلعت لنا البسارية بتاعتنا. شايفين بقى الرز الجميل بقى بيبقى مفلفل وطعمه حلو قوي قوي يعني. شايفين البخار بقى والدفى، حاجة بقى ايه أكلة شتوية بقى. لسه كده عملت طبق سلطة وقليت بطاطس، وادي البسارية حطيتها بحالها كده. قلت بقى ايه نخلينا بقى على طبيعتنا شوية، ولا نقعد نغرف في صيني ولا نعمل في معرفش ايه وايه وايه، لا خلينا كده ايه على طبيعتنا. إيه مفيش احسن من البلدي بقى والستانلس والالمونيا، والله العظيم احلى اكل بيتاكل في الحاجات دي في الاكل ده. المهم بقى يا جماعه ايه كنا اتغدينا، وقامت بقى ايه الجو على العصر كده قام راجع شتا تاني، وقال خد عندك بقى شتا من اللي قلبكم يحب. ده هنا بقى ايه كانت الجو بيشتي. شايفين بقى الامطار. بصراحه انا بستمتع قوي قوي في اجواء الشتاء. بس يا دوبك بالجو بقى بيخلص وما اقولكوش بقى على الشوارع بتبقى عامله ازاي. انا هحاول ان انا اصور لكم. هو قدام البيت علشان في مباني والشوارع مش واسعه قوي فمفيش معجنه قد كده، انما هحاول اجيب لكم الشارع اللي هو من بعيد ده. شايفين بقى الامطار. طبعا يا جماعه وقت المطر بقى بندعي يعني بيبقى الدعاء مستجاب باذن الله، يعني ربنا يتقبل مننا. شايفين بقى البحيره اللي هناك دي، ده كده الاسفلت. يعني الله يكون في عون اللي كان مش في الشارع وقتها. هنا بقى غسيلي فضل على الحبل 3 ايام، يعني من يوم الجمعة فضل الجمعة وفضل السبت ولميته لحد الظهر. قلت كفايه عليك قوي كده، انت تعبت، انت اتغسلت 3 مرات. انا الصبح صحيت كان الجو مطر ملحقتش المه. قلنا خلاص ما عادش فيه شتاء. واصلا كانت هدوم مبلوله. قلت والله ولا انا مغطياكوا ولا انا لميت، خليكوا الشتاء خير. شتا خير يعني. مفيش احسن من الميه اللي نازله من السما عليكم بقى تعقمكم وتنضفكم، والشمس تطلع ايه تعقمكم بقى بزياده. شايفين ده بقى ايه شويه حاجات كده كانت على المنشر. انا هروح اوريكم الهدوم دلوقتي عامله ازاي. اجواء جميله، اجواء الشتاء طبعا. اليوم اصلا يعني الشمس ما طلعتش في اليوم ده خالص خالص خالص، من بدايه اليوم لنهايته كان يوم ما طلعتلوش شمس، كان يوم كله خير. تعالوا بقى ايه شوفوا ما هنش عليا في الفيديو من غير ما اروح اوريك الهدوم كانت عامله ازاي. شايفين بقى على فكره يعني الصور مش مبينه قوي، الفيديو يعني او الكاميرا مش مبينه قوي. يعني البلكونه دي ما بيجيش فيها شتا قد كده، بس الهدوم يعني خدت حقها تالت ومتوم. يعني الواحد كان يمسكهم كده كانوا يتأثروا، كانوا ينزلوا ميه كأنهم والله طالعين من الغسالة. حتى ما بيطلعوا من الغسالة بيبقوا ناشفين عن كده. المهم بقى فيديو النهارده خلص، والروتين كده على السريع اتقلب حاله 360 درجة. واشوفكم على الف خير. ما تكونوش بقى وصلتوا معايا لغايه هنا ولسه ما اشتركتوش في القناه، اوعوا تكونوا وصلتوا لغايه هنا وما ضغطتوش على كلمه الاشتراك اللي تحت الفيديو، ولا فعلتوا زر الجرس اللي جنبها وتختاروا مني الكل عشان لما انزل فيديو جديد يوصلكوا بيه اشعار.
واستنوني بقى في الفيديو اللي جاي بقى، الفيديو المفاجأة. يعني هو الفيديو ده اتغير حاله ولا عملنا حاجة ولا جهزنا للمدرسة، قلت هنجهز تاني يوم. وجا تاني يوم بقى على اللي حصل لي فيه. عايزاكم تشوفوا روتين اول يوم المدرسة. تستنوا بقى الفيديو الجاي بإذن الله، واشوفكم على ألف خير. متنسوش تحطوا لايك للفيديو مع